في قلب صحراء مصر القاحلة كان فيه شريان حياة واحد بس، هو اللي قامت عليه أعظم حضارة عرفها التاريخ. صلي على النبي واشترك في القناة ويلا بينا نبدأ. نهر النيل ما كانش مجرد نهر، ده كان مصدر للرخاء والخصوبة اللي خلت مصر جنة الله في أرضه. لكن الجنة دي كانت على وشك تتحول لجحيم لما الطمع دخل قلوب حكام الأقاليم. كل حاكم كان شايف إن السيطرة على النيل هي السيطرة على مصر كلها. من هنا بدأت الحكاية، حكاية حرب محدش اتكلم عنها كتير، حرب الإخوات الأعداء. في الشمال كانت مملكة الدلتا، أرض الخير والزراعة والتجارة بيحكمها الملك أحمس الطموح. وفي الجنوب كانت مملكة الصعيد، أرض الذهب والمحاجر والجيوش القوية بيحكمها الملك رمسيس الشرس. لسنين طويلة كان في سلام هش بينهم، سلام بيخفي تحت صراع على النفوذ والموارد، لحد ما جه يوم حصل جفاف عظيم ومنسوب النيل قل بشكل محدش شافه قبل كده. هنا أحمس ملك الشمال حس بالخطر، مملكته اللي قايمة على الزراعة كانت بتنهار. أما رمسيس ملك الجنوب شاف في الأزمة دي فرصة عمره عشان يوحد القطرين تحت حكمه. بدأ رمسيس يجمع جيوشه الجرارة ويستعد للزحف شمالا عشان يسيطر على